بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا الى ملعب نيلسون مانديلا العظيم في الجزائر العظيمه، الذي يحتضن مباريات الجوله الثانيه من منافسات بطوله كاس افريقيا للاعبين المحليين، بطوله تسمى بطوله الشان، التي اعادت لها الجزائر الشان بفضل هذا الحضور الجماهيري وبفضل هذا الذي سخرته من مرافق وملاعب وحضور جماهيري واهتمام كبير جدا بمنافسة كادت تضمحل، بمنافسة ستبعث أكيد من جديد من قلب الجزائر في حضور الإخوة الأشقاء الأفارقة من كل مكان، وفي حضور أيضا تنظيم رائع جدا لحد الآن. اليوم لما كنتم في كل مكان، مرحبا أهلا وسهلا إلى ربع النهائي الأول لكأس إفريقيا للاعبين المحترفين. طبعا لا يمكن الدخول مباشرة في وصف مباراة تلعب فيها الجزائر ويعزف فيها النشيد دون أن نتوقف عنده لنتذكر وأيضا لنذكر لمن لا يعرف بأن عزف النشيد الجزائري قسما في ملعب نيلسون مانديلا في هذه الأجواء يجعل المشاعر ويجعل الجوارح ويجعل القلوب والنفوس وحتى العقول تهتز عندما يكون هذا الجمع بين واحدة من أعظم ثورات القرن العشرين وواحد من أكبر زعماء ثورات التحرير والعزة والكرامة، نيلسون مانديلا، الذي رافق ثوار الثورة الجزائرية سنة 61، والتي قال عنها آنذاك أنها جعلت منه رجلا سجن بعدها ما يقارب 3 عقود قبل أن يعود إلى أرض الجزائر المستقلة سنة 90، وكانت آنذاك أول زيارة له لخارج الجزائر بعد خروجه من سجن نظام الأبارتايد. وتشاء الصدف أن يعود مانديلا من خلال هذا الملعب وهذه البطولة ليرتبط اسمه بالجزائر التي احتضنته ووقفت إلى جانبه.